السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. وصفة النهاردة بقى الجلاش الجميل معمول بالباستري كريم، وكمان هنعمل باستري كريم في البيت بطريقة سهلة وجميلة، احلى من الجاهز، فعلا احلى من الجاهز. وهنشوف بقى ريفيو سريع كده على طاقية السلطان او ترند طاقية السلطان اللي موجود على النت، بس طبعا مش بالطريقة بتاعتهم، بالطريقة اللي هي الاقتصادية بتاعتنا، واقول لكم رأيي فيها هيكون بصراحة هتكون حلوة ولا الجلاش اللي معمول بأبسط طريقة هيكون أحلى. خليكم معايا. هنبدأ بقى بسم الله. هنعمل باستر كريم. أنا عندي نص كيلو لبن، حطيت عليه بيضة وذرة فانيليا ونص كوباية سكر. طبعا دول معلقتين نشا. طبعا هقلب السكر، انا مش محتاجاه يكون كتير علشان ما يسكرش قوي، لان لسه هنحشيه في الجلاش، والجلاش هنسقيه شربات، عشان ما يكونش بيجزع كده ويكون تقيل قوي. هنا حطيت بقى معلقه قشطه، عندي معلقه قشطه حلوه كده حطيتها اختياري، لو موجوده ماشي، بتدي الطعم في حته تانية خالص. كله بيتقلب على البارد. رفعته على النار، ولما وصل للقوام الجميل معايا زي قوام القشطة كده او المهلبية التقيلة كده، خلاص تمام معايا. هسيبه يبرد بقى على جنب. عندي بقى لفة جلاش اهيت، اللي هو نص كيلو. وعندي صينية مدورة مقاس 30، انا دهنتها سمنة كده، وهبدأ احط رقات الجلاش. بصوا انا بحط مثلا رق الجلاش، هما دول بصراحة كل طبقتين مع بعض، يعني كل ورقتين مع بعض. انا بحطهم كده وبحط لهم حرف لبره، يعني بخلي فيه جزء بره الصينية كده، علشان ان انا لما احشي الحشوة ما تطلعش بره. انا بقى بدهن دهنة سمنة خفيفة كده كل ما احط ورقتين من الجلاش، علشان بس ما يكونش دسم معايا، يكون خفيف. هنا بقى لما وصلت للنص تقريبا كده، بتوينيها او بتعديها براحتك. حطيت بقى الحشوة بتاعتي البستر كريم، وزعتها حلو جدا على الجلاش. خلي بالنا لو في حاجة مثلا جلاشة ورقة جت مكسرة جت مقطوعة، احطها في النص عادي، مفيش مشكلة، ما تجنبيهاش، استخدميها. هنا بقى ببدأ أشيل الزيادة اللي على الحافة كده زي ما انتوا شايفين، وأدخلها في النص كده، قفلت على الحشوة تمام جوه، عشان ما تخرجش مني وهي بتستوي. اديت بقى رشة سمنة خفيفة، ومخلين بالكم ان انا بالفرشة بس بقعد احط لها نقط كده، ما بحطش بقى كتير. وهبدأ بقى احط الجزء التاني، برضو نفس القصة بتاعت الاولاني، طبقتين طبقتين. ودي اللي قلت لكم عليه، ورقة لقيتها كده مقطوعة حطيتها في النص. بعدين هبدأ احط باقي الكمية بقى، كل ورقتين برضو هحطهم، هديهم رشة خفيفة من السمنة كده عشان تكون خفيفة، ما هياش دسمة. بعد ما خلصت بقى اخر طبق، اخر ورقتين خالص، رشيتها رشه خفيفه، وهجيب بقى السكينه والاطراف اللي هي طالعه عندي دي، احاول ادخلها تحت الجلاشه. بصوا، انا مجرد ان انا بفتحها بس وادخلها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، خلاص مفيش اي مشكله. او مش متمكنه من الطريقه ديت اللي انا عملتها وشفتيها قدامك في الفيديو، هاتي السكينه وبحرف السكينه كده، او بالناحيه التانية مش النصل بتاعها، وابدأي دخلي اللي هو الزيادات ديت تحت الجلاشه نفسها. بعد ما خلصتها بقى واتأكد انها اتدهنت كل جزء، الوش ده بالذات بقى كل جزء عليه سمنة تمام، هبدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا شفتوه المثلثات دي. انا بقطعها الاول بالطول والعرض، وبعدين كل اربع، كل ربع بعد كده بقسمه اتنين، عشان يكون بالشكل الجميل شايفين ما شاء الله هو عالي ونافش ازاي. قبل ما ندخله الفرن، دخلت على فرن متوسط الحرارة من تحت بس، ولما لقيت تحت احمر قوي، ولعت الشوايه يا دوب ما كملش ثانيتين، ده انا واقفه جنبها كده راحت حمر. طلعت بقى اتسقت الشربات بتاعنا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، ياخدوا غلوتين، واديهم عصره ليمونه واقفل عليهم، بيكون خفيف. وبرده انا ما بشربوش كتير عشان ما يبقاش مسكر قوي. الشربات على فكره فاتر مش بارد، وهي لسه طالعه من الفرن، بسيبها تهدى شويه، مش وهي سخنه قوي برده بسقيها عشان تطلع بالجمال ما شاء الله طالعة جميلة جدا ومظبوطة، والحشوة برضو مظبوطة كده، تمام قوي معايا. هنيجي بقى لترند طاقية السلطان، هي تقريبا نفس اللي احنا عملناها دي، بس هما بيحطوا مع الباستر كريم، بيحطوا حشوة فستق، كريمة فستق. فطبعا دي بتغلي السعر قوي. بيحطوا شوكولاتة من فوق زي ما انا بحط شوكولاتة كده، انا ما حطيتش طبعا لا فستق ولا الكلام انا اكتفيت باللي انا عملته علشان اشوفها برضو. حتى اللي هو حواليها اللي انا جنشت بيه سوداني، هما بيحطوا فستق وفستق كتير، عشان كده هي بيبقى سعرها عالي. وادي كده العادية اللي معانا، وادي الترند او تقليد الترند، عشان نشوف هيكون طعمها عامل ازاي. واللي خلاني اقلدها عشان اشوف بصراحة الشوكولاتة على الجلاش هيكون عامل ازاي، يعني هيكون تقيل خفيف، هيكون ايه، يعني جلاش فيه بستري وعليه سكر ومسقي سكر شربات، فهو كمان هتبقى ديت ايه. وجيت هنا بقى بعد الفطار، قلت اجرب بقى واشوف.
بصراحة هي جميلة برغم بقى ما تحطش عليها لسه فستق ولا أي حاجة، هي جميلة لكن تقيلة قوي، تقيلة جدا خاصة في الصيام بصراحة. هتبقى صعب. عشاق الشوكولاتة هيحبوها جدا، عشاق الحلويات هيحبوها جدا. لكن أنا حسيت إنها كمان تحط فيها كريمة فستق وتحط لها فستق من بره كانت هتبقى تقيلة قوي. أنا بالنسبة لي التقليدية أو اللي أنا عملتها دي أخف في الصيام عامة، وطعمها حلو جدا ومناسبة ليا. لو عجبتكم وصفة النهاردة اللي هي الجلاش بالباستري كريم، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وما تنسوش الكومنتات الجميلة اللي تسعدني. ودمتم دايما يا رب بألف خير، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. اللي مشتركش عندي اوعى تنسى تشترك، هتنورني في القناة. دمتم دايما يا رب بألف خير.